اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل بيتزا سهله وبسيطه. معانا العجينه، بنجيب معلقه من الخميره الفوريه الكبيره ومعاها معلقه من السكر وعليها نص كوبايه من الميه الدافيه وكمان معلقتين من الدقيق. بنقلبهم كويس وبنركنهم يتفاعلوا مع بعض. هنا معايا 6 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه ملح صغيره، وهبدا اعجنها واحط ميه بتاعتي حسب نوع الدقيق. كل دقيق بياخد كمية مية حسب النوع بتاعه. هبدأ اعجنهم، وبعد كده الخميرة بتاعتي اتفعلت وخمرت هضيفها على العجين وانا بعجن. وبعد كده معايا معلقتين من الزيت، معلقتين كبار، ومعلقة من السمنة، وهبدأ ألم بيها العجينة بتاعتي. هغطيها بالاسترتش واسيبها لحد ما تخمر. مع بال ما العجينة بتاعتي هتخمر هبتدي اجهز الصلصة بتاعتي. معايا هنا قطع من الثوم، انا ما هرستش الثوم، انا حبيته قطع، ومعلقه من الملح والفلفل، وكمان حطيت زعتر وشوحتهم كده في الزيت. وبعد كده حطيت عصير من طماطم فريش عصرتها وحطيتها. هجيب بقى هنا قطع الفراخ، قطعتها زي قطع الشاورما وابتديت اشوحها في الطاسه. وبعد كده حطيت عليها التوابل بتاعتي وضفت عليها البصل المتقطع والفلفل الرومي المتقطع. عايزين تحطوا فلفل حامي سبايسي براحتكم. هنا العجينة بتاعتي ابتدت تخمر، وجبت قطعة منها قسمتها طبعا على 3 قطع عشان هعمل 3 صواني، وهبتدي افردها. وبعد كده حطيتها في الصينية. هبتدي اضيف عليها الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت، والصلصة تكون باردة. لازم الصلصة تكون باردة تتحط على العجين. وهبدأ اضيف عليها الخلطة اللي انا عملتها من الفراخ. هبتدي افردها كده، وبعد كده هروح حطها في الفرن لمدة 10 دقايق تكون العجينة بتاعتي شدت شوية. وبعد كده هضيف الجبنة عشان انا عايزة يدوبك الجبنة بس يدوبك تسيح، مش عايزاها تحمر او تتحرق. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وسهل من وصفاتنا. هنا البيتزا هي استوت وبقت زي الفل. يعني ما شاء الله. انا حطيتها ما لحقتش اقدمها لكم في الاطباق. بألف هنا وشفا للي كلها يعني. شكرا ليكم.